هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا انا كنت عايزه اعمل الفيديو ده ريلز على الانستجرام بسرعه، بس طبعا هو محتاج شرح كتير وهيعدي دقيقه ونص، فما قدرتش ان انا اكمله على الانستجرام، فبعتذر لكم يعني ان انا ما عرفتش اعمله كده. فالنهارده بقى جايه اكلمكم على مجلات لو لقيتوها في اي مكان اشتروها على طول، لان فيها موديلات كتير قوي وفيها باترونات بكذا مقاس وجاهزين على الرسم والقص على طول، فهتحتاجوها في حاجات كتير. حتى ممكن تطلعي منها افكار او تقصي منها حاجات تعمليها مود بورد، فهتحتاجي معاها يعني حاجات كتير قوي. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات على طول. دول يا بنات شكل المجلات، انا عندي منهم كذا واحده، دول منهم اتنين. المجلات طبعا دي الاحسن منها ان انت لما بتيجي تشتري بتشوفي بقى انت عايزه منها انهي موديلات، شتوي ولا عايزه منها صيفي، فانت بتختاري عليها. برضو بصي في الموديلات ممكن حاجات انت ما تحتاجيهاش، فانت بيبقى كذا مجله. طبعا هم مش ليهم استنباط معينه. دودو يا دودو، ماما بتصور ماشي، معلش بعتذر لكم، بس دودو حابه تشارك في الفيديو معانا شكلها كده. دي طبعا انت بتروحي وبتلاقي سنين مختلفه، بتلاقي موديلات مختلفه، مش بتلاقي قاعده ان انت تلاقي اللي انت عايزاه، لان هي قديمه، فهي طباعه قديمه، فهي بتبقى زي متباع مع الكتب القديمه والحاجات دي. انا هوريكم واحده منها بتبقى ستايلها عامل ازاي. دي طبعا المجله دي اسمها بورده. طبعا المجله انت بتلاقي مكتوب هنا هي مثلا صيف ولا شتاء او اي حاجه، هتلاقي مكتوب سمر وينتر خريف، طبعا ما هتلاقي مكتوب عليها. طبعا دي كانت موديلات سنه 1900 يعني 1979 و80، دي كان السيزون بتاعها. طبعا بصوا دي شكل الموديلات بتبقى من جوه عامله ازاي، وبيبقى مكتوب تحتيها انت هتلاقيها الباترون بتاعها في صفحه كام والرقم بتاعه كام، عشان ما تفتحي الصفحه بتاعه الباترونات فتعرفي تجيبيه بكل سهوله. اهم حاجه حاولوا ان انتوا تجيبوها يكون معاها ملحق باللغه العربيه، لان دي بالالماني، وانت لو مش مثلا يعني مثلا لو بالانجليزي ممكن نحاول نفهمها، بس لو مثلا ما بتعرفيش الماني او ما بتعرفيش فرنساوي فانت مش هتعرفي بكده، فتحاول ان احنا نجيبها مع ملحق باللغه بالعربيه. انا هوريكم الملحق شكله عامل ازاي والباترون. دي اولا بصوا بعض الموديلات اللي فيها، طبعا فيها موديلات حلوه قوي وممكن ان انتوا تعرفوا تطلعوا منها افكار، يعني فيها حاجات وافكار كتير قوي الصراحه بتساعدني كتير في تصميم الازياء. ده اول حاجه الباترون. بصوا الباترون ده شكله عامل ازاي. ده الباترونات يعني بيبقى كل الموديلات اللي في المجله بيبقى في الباترون كده، بيبقوا عاملين الباترون كده. طبعا شايفين خطوط متداخله، شخبط شخابيط شخبط شخابيط ورسم على الحيط. ده بيبقى ارقام معينه بالصفحات وبالمقاسات. طبعا لو حد بيعرف يقرا الباترون هيبقى بالنسبه له سهل، لو واحد لسه بيتعلم هيحس ان الايه السلوك دخلت في بعضها، بس الصراحه هي بالممارسه او حاجه انت ممكن تعرفي تطلعي منها باترون. لو مش كده انت هتستفادي اكتر بالموديلات اللي فيها، وممكن تجيبي الباترونات جاهزه مثلا من على اليوتيوب او تتعلميها مع حد في كورسات بره، فالموضوع سهل، بس بتطلع افكار كتير. فانا شايفاه ان هي كنز حلو قوي. هي كان اسعارها رخيصه ساعه ما انا كنت جايباها، انا جايباها من 5 سنين او 6 سنين، كان ساعتها المجله ب 30 جنيه، يعني في الرينج ده ب 35 جنيه ومستعمله. ما اعرفش دلوقتي سعرها وصل كام الصراحه. هي كنت بجيبها من تنزلي سور الازبكيه وبتدوري عند الناس بتساليهم عايزه مجله بورده. طبعا انا هوريكم الملحق اللي باللغه العربيه عشان تعرفوا اوريكم تقروه فيه الشهادات عامله ازاي. ده الملحق اهو، بيقولك بقى تقري الباترون ازاي. بصوا في باترونات متقسمه من جوه ازاي، بصوا في جدول مقاسات للاولاد ومقاسات للبنات، تمام، وفي مصطلحات مثلا هنا المستعمله وبيرادفها ايه في البلاد العربيه، يعني مثلا بنسى اسمها دخلة الخياطه عند ايه الناس، يعني ايه عند اخواتنا اللي في الدول التانية اللي هي العربيه وكده مكتوب عندهم اسمها دخلة الخياطه، هي اسمها هنا بنسى. الجنينه مثلا تنوره، فانت هتلاقي في مصطلحات. الملحق ده كنز برضو لوحده، لو لقيته المجله معاها الباترونات ومعاها الملحق، لان المجلات طبيعي بيبقى فيه منها حاجات ضايعه لانها مستعمله، فممكن ما تلاقيش فيها كل حاجه، فانا بقول لك لو لقيتي المجله فيها كل ده فصراحه هي بتبقى كويسه جدا. وطبعا انتوا لو حابين ان انا اوفرها لكم على الانستجرام عندي، ولان انتوا مش تعرفوا مثلا تدوروا وتجيبوها واشحنها لكم كده، اكتبوا لي برده وانا هحاول ان شاء الله اوصل مع حد، ولو عرفت اوفرها لكم هوفرها لكم ان شاء الله. بعتذر لو الفيديو كان طويل شويه، بس انا حبيت ان انا اشرح لكم كل تفصيله في المجله. لو حابين ان انا مثلا اجيب لكم موديل منها واشرح لكم بيتفصص ازاي او حاجه، اكتبوا لي برده في الكومنت تحت، واكتبوا لي لو في اسئله واقفه قصادكم في الكومنت. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.